في كوبايه فيها ميه، وده المايك اللي انا بتكلم فيه، وده الريموت بتاع السوفت بوكس اللي قدامي. ده حسام عبد المجيد وده الاهلي، ده حسام عبد المجيد وده الاهلي، وده النادي البلغاري اللي حسام عبد المجيد عايز يطلعوا كوبري عشان خاطر يروح النادي الاهلي. هي مش كانت تقريبا الدنمارك، المجر، سويسرا، النمسا؟ ايه بلغاريا دي؟ ليه بتغيروا السكريبت؟ السكريبت محفوظ ومعروف، ليه بتغيروه؟ كنت بتودوا الخليج احيانا، يعني ليه بلغاريا يا حسام؟ هو في دوري بلغاريا يا حسام؟ احنا بنتفرج على دوري ابطال اوروبا احسن من الدور ال 64 يا حسام. ما شفتش نادي بلغاري قبل كده يا حسام تقريبا. اخر نادي بلغاري شفته في 2001 تقريبا، من قبل ما اتفرج على كوره. كان في نادي بلغاري كان بيصعد لدور ال 32 ودور المجموعات كان بيخسر 4-0 في كل الماتشات وبعد كده بيخرج من دوري الابطال. هو بغض النظر بجد عن العك ده والقرف ده والسكريبت ده، هي اداره الزمالك لازم تاخد موقف قوي، لازم تاخد موقف قوي وجديد. يعني بلاش بقى نكرر اخطاء الماضي، بلاش نكرر اخطاء الماضي وندي لهم حسام عبد المجيد على طبق من ذهب. في اكتر من حاجه ممكن اداره الزمالك تعملها. هتلاقيني بقول برشلونه كتير، اصلا بتكلم على برشلونه في قناه ثانيه. لو انت بتحب برشلونه او الكره العالميه يعني او الاوروبيه هتلاقيني سايب لك القناه في الديسكريبشن. ولكن يعني في 1000 قرار ممكن تعمله اداره الزمالك وكلهم هيكونوا صح. بلاش تكرر بقى اخطاء الماضي، ان انت تدي لهم زيزو ببلاش. بلاش ده ممكن تعملها ولكن بطريقه اصيع بقى، هنجي لها كمان شويه. ولكن حابب اوريك نبذه كده عن حسام عبد المجيد الموسم اللي فات، لاني بغض النظر يعني احنا بنعمل اللعيبه سعر، مش هقول اللفظ الثاني يعني، لكن احنا اللي بنعمل للعيبه سعر. انت كزمالك انت اللي بتعمل قيمه للعيبه دي. اللعيبه دي كلها من غيرك ولا كانت اي حاجه ولا عمرها هتبقى اي حاجه طول ما انت مش موجود. اي واحد هيعمل الحركه دي كده كده مش هيكمل. الضغوطات اللي هتحصل هتبقى كبيره قوي، زائد كمان ان كلها شبه بعض. يعني حسام عبد المجيد ما هوش اجمد مدافع في العالم، ما هوش اجمد مدافع في مصر. محمد اسماعيل بالنسبه لي اقسم بالله كان اجمد منه. في مدافعين في الدوري المصري ممكن يكونوا احسن من حسام عبد المجيد. مش بقول الكلام ده من دلوقتي، لو هتروح على تويتر هتلاقيني كاتب حاجات كتير قوي على حسام عبد المجيد. ولكن تعالى اوريك نبذه كده بس عن حسام عبد المجيد الموسم اللي فات. وتعالى نبدا بس بمباراه الاهلي، المباراه اللي كنت لو كسبتها كنت حسمت الدوري وكنت على الاقل ارتاح واروح الكونفدراليه اللي حسام عبد المجيد برده غرقني فيها، ولكن هجي لك كمان شويه. تعالى كده نبدا بمباراه الاهلي ونبدا بالجون الاول. يعني الكره مرفوعه حسام عبد المجيد بينطح، دي اسمها نطحه يا حسام، دي نطحه يا حبيبي. ديت مش كوره انت بتلعبها او مش كوره راسيه انت بتحاول ان انت تخرجها من منطقه ال 18. دي اسمها نطحه. ده لا مؤاخذه كده حمار بينطح كوره، حمار بينطح كوره. فبغض النظر بقى عن اللي حصل، الكوره كملت بعدها. ايه اللي حصل؟ حسام عبد المجيد جات له الفرصه تاني ان هو يداري الغلط الاولاني. عمل ايه حسام عبد المجيد؟ احلى اسيست للاهلي عشان يتعمل اوفر ويعمل اسيست للهدف الاول للاهلي، وده كان اول قرار كارثي خده حسام عبد المجيد في الماتش ده. تاني حاجه حسام عبد المجيد اتضغط عليه. اي مدافع عنده اساسيات كره القدم هيعرف ان هو مضغوط وكل اللي حواليه مضغوطين هيطفش الكوره. حسام عبد المجيد قرر يعمل ايه؟ يدي الكوره الفتوح اللي متحوط بثلاثه اللي جسمه مش معدول وبيديها له قويه وغلط. وحسام عبد المجيد مش بيكتفي بده، ويعني بيغطي الاوفسايد بطريقه غريبه. ولا منه مسك اللاعب اللي هرب. انا مش عارف ايه الوقفه دي، ايه لازمتها الوقفه دي يا حسام؟ ما حدش يعرف. انت ولا منك ماسك اللي جنبك ولا منك بتضغط على الكوره ولا منك بتعمل اي حاجه. ده كان تاني قرار كارثي لحسام عبد المجيد في مباراه الاهلي. والخطا الثالث بقى في مباراه الديربي برضو، او المصيبه الثالثه في مباراه الديربي، حسام عبد المجيد اللي عمل كوارث على مدار المباراه. ومش دول بس، ده دول اللي جه منهم اهداف، ده في بتاع 3-4 قرارات كمان ولكن ربنا سترها وقتها. ولكن ضربه جزاء انت يا ابني مش شايف قدامك. ولكن مش هعاتب على حسام عبد المجيد، انا هعاتب على المدير الفني وقتها اللي خلى حسام عبد المجيد هو اللي يلعب ضربه جزاء. ولكن حسام عبد المجيد بيخش يلعب ضربه جزاء وفي الاخر ضربه جزاء بتضيع والزمالك بيخسر بفضيحه 3-0 في المباراه دي. ضربه الجزاء دي لو كانت جت كانت النتيجه تبقى 2-1 وممكن يبقى عندك امل في ان انت ترجع في النتيجه. ولكن ده حسام عبد المجيد مباراه واحده عمل لك 3 مصايب. وتعالى نخش على المصيبه الثالثه، وكانت في مباراه بقى الكونفدراليه. ولكن تعالى نشرب ميه. اقسم بالله الميه كارفه سجق، حطيت فيها تلج والتلج كان جنب السجق في الفريزر. ميه كارفه سجق زيها زي النادي البلغاري. ما علينا. حسام عبد المجيد بقى في مباراه اتحاد العاصمه في الكونفدراليه، الامن مستتب، الزمالك هيطلع كسبان او متعادل 0-0. متعادل 0-0، كوره ملهاش خطوره، ملهاش اي 30 لازمه. وسيبك من دي، يعني هو عمل في 3 مصايب في الكوره دي ولا مصيبتين. طالعه غلط،
رجله مرفوعه رفعه غلط، الكره جت في ايده والواد التاني اقصر منك. يا حسام، يا حسام مش كده يا حسام، الكره بدل ما هي جون لينا جون علينا يا حسام، من جون لينا لجون علينا يا حسام. انا خسرت الكونفدراليه بسبب الكره دي يا حسام. يا حسام مش كده يا حسام، اقسم بالله. يعني حسام في ماتشين بس غرقك في الدوري، خلاك تتزنق زي الكلب لحد نهايه الدوري، وخلاك تلعب بكل اللعيبه الاساسيه وما ريحتهمش. رحت الكونفدراليه حسام عبد المجيد عمل مصيبه، فبالتالي خسرت الكونفدراليه وفضلت مزنوق لحد اخر جوله في الدوري. انت كنت ممكن تطلع مركز ثالث وتلعب كونفدراليه تاني. ده حسام عبد المجيد. ولو فاكر ان انا اكتفيت بالقدر ده فاقول لك لا، مباراه الزمالك وانبي في قبل بقى اللي هي مرحله العظماء السبعه والكلام ده كله، في الدوري كنا خسرانين 1-0، خسرانين 1-0 جدا عادي، اتعادل افرق اكتر بالنقط او ازيد اكتر بالنقط عن اي نادي تاني. ولكن حسام عبد المجيد في الدقيقه 94 دخل يشوط ضربه جزاء برضه ضيعها. ده المدافع بتاعي. ده غير كمان بقى الكوارث اللي عملها في المباراه دي والاخطاء الدفاعيه اللي في المباراه دي اللي كلفتني برضه ان انا يحصل عليا خطوره كتيره. وعلى طول يعني اغلبيه اهداف اللي بتيجي من الزمالك بتيجي من ناحيه حسام عبد المجيد، مش من ناحيه الونش حتى اللي هو راجل كبير ومش قادر، ولا من ناحيه محمد اسماعيل اللي هو اول سنه للزمالك ليه واول نادي جماهيري ليه، والمفروض ان هو يبقى مقلق اكتر من حسام عبد المجيد ويعمل اخطاء اكتر من حسام عبد المجيد. ولكن حسام عبد المجيد هو اللي عمل الكوارث دي. وتعالى بقى نروح للحاله الثالثه، وهو حسام عبد المجيد في مباراه سيراميكا كليوباترا اللي كانت في كاس مصر. واديك شايف حسام عبد المجيد ايه اللي هو موقفه في الحته دي، ولا هو بيعمل ايه في الحته دي؟ ليه الوقفه دي نفس الوقفه بتاعت مباراه الاهلي؟ انت ولا منك بتضغط على اللاعب اللي معاك كوره ولا بتمسك اي لاعب حتى ممكن يشكل خطوره. يعني في الوضع ده حسام عبد المجيد يتقدم 3 4 خطوات، يعمل تاكلينج، الكره تخبط فيه، فبالتالي افضل مستمر في التعادل، فبالتالي يبقى عندي الافضليه ان انا اكمل في كاس مصر وافوز بثنائيه يا حسام، اخد كاس واخد دوري. وبسببك انت كمان خسرت الكاس وخسرت الكونفدراليه، وبسببك انت كنت هخسر الدوري. فده حسام عبد المجيد. الملخص يعني ان هو ما هوش اجمد مدافع في مصر، لا ما هوش اجمد مدافع في مصر ولا اجمد مدافع في الزمالك، ولكن انت اللي عملت لده سعر، انت اللي عملت لده سعر. هو الاهلي عامل زي مش عارف اقول اللفظ كده، ولكن الاهلي نادي بيحب اللي في ايد غيره. التاريخ اللي بيقول كده، هو حقه حقه. يعني انا لو عندي القدره اعمل ده هعمل ده، هحب ان انا اعمل ده عادي جدا. ولكن مش عايزك تزعل على حسام عبد المجيد، الاداره عندها اكتر من حاجه ممكن تعملها في حوار حسام عبد المجيد، الا بقى ان هي تخليه يستمر ويلعب طول الموسم، يغرقك زي زيزو ويخسرك كل البطولات وتوديه للاهلي جاهز بلياقته البدنيه. على نادي الزمالك عندكم قرارين ممكن تعملوها او 3 قرارات كلهم احسن من بعض. في قرار الاولاني ان انت تبيعه باعلى سعر وتحط اوبشن في العقد بتاعه ان هو اي نادي تاني هيشتريه من النادي البلغاري تاخد 30 40%، استفاد باكبر عدد ممكن من الفلوس، باكبر عدد ممكن من الفلوس استفاد من وراه. لان انت عارف ان هو كوبري، هو جاي له 85 مليون تقريبا، مليون و600 الف دولار. كده كده مش هيعملوا لك حاجه من الاخر. يعني انت كده كده ولا هتفتح القيد وعندك ازمه ماليه. ويعني لو حسام، انا نفسي لو حسام ما فيهاش كوبري يعني وهيجدد عقده، ده بالنسبه لي افضل اوبشن، مش هكدب عليك، افضل اوبشن بالعبث اللي هو بيعمله ده والعك ده. لان انا كده كده ما عنديش مدافعين، هكمل الونش بمحمد اسماعيل واشوف بقى 2 3 ناشئين اطلعهم ويعني ونشوف بقى الكلام على ايه. ولكن انت دلوقتي يعني مليون ونص دولار هيعملوا لك ايه؟ هيعملوا لك ايه؟ انت كده كده مش هتفتح القيد، مش هتفتح، مش هيعملوا لك حاجه، مش هيزودوك، مش هيحيوا لك النادي ده كله، لا لا مش هيحيوا لك اي حاجه. بيعوا باعلى سعر بقى لو هتستفاد بقى وهتتكلم من المنطلق ده. بيعوا باعلى سعر بالمليون و600 ولا مليون 700، وصلها ل 2 مليون وحط اوبشن 30% مثلا لو في نادي تاني هيشتريه. اعمل ده، اعمل ده واستفاد باكبر عدد من الفلوس. وكده كده هو لاعب مش اجمد حاجه، هو كان الجامد عندنا عشان احنا ما عندناش جامدين زيه زي المنفوخ التاني. ما هو زيزو ده كان منفوخ، لاعب كان جامد عندنا، راح هناك لاعب اقل من العادي. حسام عبد المجيد هيروح هناك برضه هيبقى لاعب اقل من العادي. فيعني دوت اوبشن اولاني، وده ممكن بقى تتعامل معاه، يعني ما تغلطش نفس غلطه زيزو. عايز بقى ان انت ما تطلعهوش كوبري وتعاقب اللاعب على حاجه زي كده، خليه يكمل معاك، خليه يكمل معاك بس ما يلمسش الملعب، يقعد دكه على طول، يطلع بره السكور، خليه ينسى الكوره على مدار الموسم، كرهه في الكوره، نسيه الكوره. هو عنده 25 سنه ولا 26 سنه دلوقتي، هيبقى 27 سنه السنه اللي جايه، خليه يروح للاهلي ياخد 2 3 على ما يرجع لمستواه، وخلي الاهلي يفكر في غيره على طول. اديهولهم كارت محروق. كده كده زي ما قلت لك ال 75 مليون دول مش هيفرقوا معانا في حاجه، ولا منك هتفتح القيد وهتجيب مدافع مكانه.
انت هتجيب مدافع مكانه. هو دي الاسعار دلوقتي، فالرقم كده كده قليل. عارف لو 3 مليون 4 مليون يقول لك بيع وديه للاهلي، روح جيب بقى 4 5 لعيبه، ولا اصرف على الفريق، ولا اصرف على قطاع الناشئين وفوق الفرقه كده، واصرف على المدرب يعني ودي مرتبات هتعمل حاجه. ولكن ده مليون ونص، 75 مليون، ده الاهلي جايب احمد العيش ب 60 مليون ولا ب 70 مليون. فالملخص اداره الزمالك عندها اكتر من اوبشن. الاختيار الاولاني اللي انا بقول لك اهو، يعني رغم الكوارث اللي بيعملها حسام عبد المجيد، جدد له، اقعد معاه كده تفاوض معاه، ولا جيب له عقد كده حلو ب 3 4 مليون وبيعه. الحل الثاني، لو هو خلاص مصمم وعاوز يمشي وهيعمل لك مشاكل في الفريق، بيعه بالرقم ده، زود الرقم ل 2 مليون، اعمل خيار اللي هو لو احقيه بيع مثلا، ولا اللي هو يبقى جاي لك نسبه لما يجي الاهلي يشتريه بعد كده، المفترض الاهلي هيشتريه ب 2 مليون، فاعمل نسبه 25 يجي لك نص مليون دولار من النادي الاهلي، تبقى انت استفدت ب 2.5 مليون من حسام عبد المجيد، وهو اقسم بالله ما يسوى 100، ما يسواش 50 مليون. فده الاوبشن الثاني. الاوبشن الثالث، خليه عندك، خليه ينزل تدريبات عشان ما يتعملش عليك عقوبه، خليه ينزل بعض المباريات كده، قاعده دكه نسيه كوره، خليه ينسى ان في منتخب ولا افريقيا، خليه ما ينضمش خالص، اعمل له مشاكل ولكن بصياعه. انا حقي، انت مش هتشتغل، مش انت هتستغل حقك، انا هستغل كمان وهاخد حق انا كمان بالطريقه دي. اقعدك دكه لمده سنه، انسيك الكوره كلها، ابيعك في يناير بقى على كيفي، اوديك بيراميدز، اوديك اي حاجه، انا اسيك الكوره، المهم انت ما تروحش الاهلي. بس عايز تروح الاهلي يا حبيبي جيب لي فلوس اكتر من كده. بس غير كده الاهلي لو هو قعد عندك سنه ما يلعبش كوره، الاهلي مش هيفكر فيه. الاهلي اللي هيجيب لاعب قعد سنه ما بيلعبش كوره، مش هيعمل ده. انت اديت لهم زيزو على طبق من ذهب، لان انت فضلت مأجل الموضوع للنهايه، وفضلت كل شويه تتفاوض، نتكلم مش هنتكلم، هو كان مخلص كل حاجه، اديت لهم زيزو بكامل لياقته البدنيه. تخيل انت زيزو بالمستوى ده بكامل لياقته البدنيه، تخيل بقى انت لو قعدته دكه السنه الاخيره دي كان هيحصل ايه فيه. ده بالنسبه لي وجهه نظر انا. اتمنى تقول لي رايك انت في الكومنتات، وما تنساش يعني تعمل لايك لو الفيديو عجبك، تشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل اكونتات السوشيال ميديا في الديسكربشن، روح تابعنا عليها وبس كده. سلام.